السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في سيشن جديدة. في السيشن بتاعتنا النهاردة هنبدأ مع بعض نخش في Experiment 4، التجربة الرابعة في المعمل. التجربة الرابعة في المعمل يا باشمهندس بتبدأ تتكلم عن حاجة اسمها الميجر ديسشارج. ازاي أقدر أميجر أو أقدر أقيس الديسشارج بتاعي اللي ماشي في الأوبن تشانل. طبعا انت من الشابتر رقم 5 كنت عارف ان انا عندي طرق كتير لميجر ديسشارج. طيب تعال نشوف مع بعض في المعمل هنبدأ نتعرض لإيه. والله يا باشمهندس انا عشان اميجر الديسشارج بتاعي انا ببدأ احط الستراكشر جوه الاوبن تشانل. الستراكشر دوت ممكن يبقى وير او ممكن يبقى فينشوري فلام. الوير ده يا باشمهندس كان كل الهدف بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ كان كل الهدف بتاعه ان هو بيطلع دلتا زد او بيحط دلتا زد بتكون اكبر من الدلتا زد ماكسيمم. لو انت فاكر كانت الدلتا زد بتاعتي اكبر من الدلتا زد ماكسيمم، فمعنى كده ان انا هجبر الفلو ان هو يمشي بالواي كريتيكال بتاعتي، ومن خلالها اقدر اقيس الديسشارج. طيب في الفنتوري فلام برضو كان نفس الكلام، انا بخنق الفلو، قاعد عمال اخنق الفلو، الاوبن تشانل بتاعتي ماشيه بشكل عادي. بعد كده عند حته معينه خنقت الفلو اهو، عند حته معينه مثلا خنقت الفلو بالشكل دوت، فاجبرت الفلو عند الحته دي ان هو يتغير ويروح للايه، ويروح للواي كريتيكال. فهنبدا مع بعض نشوف بقى هو ايه اللي بيحصل او ايه المعادلات الحاكمه بتاعتي. طيب اول حاجه يا باشمهندس لما نيجي نتكلم عن الجزء الاولاني في التجربه وهو ان انا استخدم وير. قبل ما استخدم الوير تعالى مع بعض كده نشوف، هو انا يا باشمهندس لو عندي وير بالشكل ده اهو دوت وير عباره عن ستراكشر، الاستراكشر دوت موجود جوه الاوبن تشانل بتاعتي، هيبدا يجبر الفلو ان هو ايه، هيبدا يجبر الفلو ان هو يتحرك بالواي كريتيكال. طب تعالى مع بعض نرسم ايه، تعالى مع بعض نرسم دلوقتي الووتر سيرفيس بروفايل. طيب باشمهندس لما نيجي نرسم الووتر سيرفيس بروفايل هنعمل ايه؟ اول حاجه انا عندي وليكن مثلا انا ماشي هنا بسلوب الاس نود، تمام، وعندي السلوب بتاعي هو مايلد سلوب، تمام اهو مايلد سلوب. هاجي عندي يا باشمهندس في المايلد سلوب الواي كريتيكال تحت. طيب تعالى مع بعض نرسم الخط بتاع الواي كريتيكال اهو، دوت الواي كريتيكال يا باشمهندس. هيجي عند الحته دي ويطلع لفوق كده كده وينزل تاني، بحيث تبقى الواي كريتيكال ايه، الواي كريتيكال ثابته. تمام جدا. طيب تعالى مع بعض نرسم ايه دلوقتي، تعالى مع بعض نحط الخط بتاع مين، نحط الخط بتاع الواي نود اهو، او بتاع النورمال ديبس لاين كده، وبرضه بيبقى فوق الواي كريتيكال وبعد كده بينزل تحت تاني. تمام جدا. طيب تعالى مع بعض بقى يا باشمهندس نعمل ايه دلوقتي، تعالى مع بعض نرسم الووتر سيرفيس بروفايل. الميه في اول الاوبن تشانل كانت ماشيه بالنورمال ديبس لاين ده عادي جدا، بدأت تمشي تمشي تمشي. خليك عارف ان مادام الوير بتاعي الدلتا زد بتاعته اكبر من الدلتا زد ماكسيمم، يعني معنى كده ان في بوينت عند فوق الوير على طول لازم المايه توصل لها. البوينت دي هي مين؟ هي الواي كريتيكال، يعني الحته دي هي الواي كريتيكال. طيب هيبدأ الفلو بتاعك يطلع لفوق بالايه، بالام واحد، تمام، بالشكل دوت، ده بالام واحد. هو الهدف بتاعه ان هو يوصل لمين، يوصل للنورمال ديبس لاين هنا. بعد كده مره واحده هيحصل ايه، هيحصل دروب كده. الدروب ده ليه؟ علشان انا عندي نقطه لازم اوصل لها لحد الواي كريتيكال. الدروب ده يا باشمهندس هتبدا تقول والله انا ما اقدرش انزل بالدروب ده في زون رقم واحد. طبعا انت عارف ان فوق دي زون رقم واحد فيها رايزنج، ودي زون رقم اتنين فيها فولينج، ودي زون رقم تلاتة فيها رايزنج. فانا ازاي يا باشمهندس اقدر انزل في زون رقم واحد بالشكل دوت؟ طبعا علشان دوت هيبدأ يتعرف على انه rapidly varied flow، يعني مش gradually varied flow. فالفلو بتاعك بيتحرك ليه؟ طب ليه rapidly varied flow؟ لان الدبس اتغير في ايه، في ديستانس صغيره. طب حلو قوي. بعد كده يا باشمهندس الفلو هيعمل ايه، هيبدأ ينزل عادي جدا، ما هو rapidly varied flow كل ده. بعد كده هيبدأ عند النقطة من تحت كده يطلع بام 3، هيطلع بام 3 عادي جدا. بعديها هيعمل هيدروليك جامب عشان يوصل للنورمال ديبس لاين، ويبدأ يتحرك في الايه، يبدأ يتحرك في الاوبن تشانل بتاعتي. طيب باشمهندس تعالى مع بعض كده بقى
نحط شويه ديستانس مهمه بالنسبه لي. اول حاجه يا باشمهندس ديت عباره عن مين؟ ديت عباره عن الواي نوت، واللي فوق دي عباره عن مين؟ اللي فوق دي عباره عن الواي كريتيكال. طيب هتلاقي بقى عندك عند النقطه دي هنسميها ايه؟ هنسميها والله ديت مثلا كلها هنحط انها بتساوي ديت، هتبقى الواي واحد مثلا، او الواي في الاب ستريم. تعال نخليها في الواي في الاب ستريم مثلا. طيب وايه كمان يا باشمهندس؟ وعندك الحته دي من اول نقطه في الوير من فوق لحد البيت بتاعي، دي اللي هي الدلتا زد بتاعتي اللي اجبرت الفلو ان هو يتحرك. طيب تعالى يا باشمهندس نبدا نطبق برنولي بتوين بوينت واحد النقطه دي وبتوين بوينت اتنين اللي هي النقطه دي. هقول والله اهو، هقول والله برنولي ايكويشن ما بين نقطه واحد اهي وما بين نقطة اتنين. طيب في نقطة واحد يا باشمهندس أنا عندي إيه؟ والله يا باشمهندس أنت في نقطة واحد في البرنولي إيكويشن أنت عندك الواي بتاعة الأب ستريم، صح كده؟ وعندي إيه كمان؟ زائد الفي سكوير على مين؟ على 2 جي. طب حلو. طب في نقطة اتنين، والله يا باشمهندس في نقطة اتنين أنت عندك الدلتا زد زائد الواي كريتيكال أهي. الدلتا زد زائد الواي كريتيكال. قال لك زائد مين؟ قال لك والله زائد الفي سكوير على مين؟ الفي سكوير على 2 جي، ولكن ديت الفي سكوير بتاعت الاب ستريم وديت الفي سكوير اللي هي الفي كريتيكال. طب حلو قوي. طب ايه رايك يا باشمهندس لو قلنا الاتي؟ لو قلنا ان احنا هنبدا ننجلكت الفيلوسيتي في الاب ستريم، ودوت ليه؟ لان الواي بتاعت الاب ستريم كبيره، فانا حقي ان انا اهمل الفيلوسيتي لانها صغيره جدا. طيب ايه كمان لو قلت لك، ايه رايك لو قلت لك دلوقتي ان الواي كريتيكال زائد الفيلوسيتي كريتيكال سكوير اوفر 2 جي ديت هي السبيسيفيك انرجي مينيمم، ديت السبيسيفيك انرجي مينيمم. طيب لو قلنا يا باشمهندس دلوقتي يبقى معنى كده ان الواي بتاعت الاب ستريم ناقص الدلتا زد بتساوي السبيسيفيك انرجي مينيمم. طيب هي مين هي الواي بتاعت الاب ستريم ناقص الدلتا زد؟ والله يا باشمهندس الديستانس دي كلها الواي بتاعت الاب ستريم ناقص الدلتا زد، يعني ناقص الحته اللي تحت دي، هي هبدا اسميها ايه؟ هبدا اسميها الاتش اب ستريم. الاتش اب ستريم ديت بقى تعبر عن ايه؟ تعبر عن من اول نقطه الميه في الاب ستريم لحد الكريست ليفل، لحد الكريست ليفل بتاع الوير، يبقى دوت الكريست ليفل بتاعي. طب حلو قوي. يعني دي ممكن اشيلها واحط والله يا باشمهندس هي الاتش بتاعه الاب ستريم. وبعدين هقول ان السبيسيفيك انرجي مينيموم في حاله الريكتانجولار كروس سكشن هي عباره عن 1.5 الواي كريتيكال. يعني الاتش بتاعت الاب ستريم بتساوي اهو 1.5 مين؟ 1.5 الواي كريتيكال. طيب ما نشيل الواي كريتيكال ونحط الايكويشن بتاعته في حاله الريكتانجولار كروس سكشن، هيبقى بيساوي 1.5 مضروبه في الكيوبيك روت بتاع الكيو سكوير اوفر الجي. طب وبعد كده تعال نجيب الكيو دي لوحدها لان دي اللي تهمني، انا محتاج اميجر ديسشارج. طب لما تيجي نجيب الكيو دي لوحدها هتلاقي الاتي، هتلاقي دلوقتي ان الكيو بتاعتك اهي بتساوي جذر 8 جي على ال27، كل الكلام دوت في الاتش تو ذا باور 1.5. تمام. طب حلو قوي. لو انا عاوز بقى اجيب الكيو كابيتال خلاص هنشيل دي وديت اللي هي الكيو كابيتال على بي، ونضرب البي هناك نجيب الكيو كابيتال. فهتلاقي عندك ان الكيو كابيتال بتساوي، هتلاقي بقى ايه؟ 1.705 في البي في الاتش تو ذا باور 1.5. ديت الايكويشن بتاعت الوير، دي الايكويشن بتاعتي. طيب يا باشمهندس الواحد ونص دي بتعبر عن ايه؟ والله الواحد ونص دي بتعبر عن حاجتين، سوري الواحد بوينت سبعة دي بتعبر عن حاجتين. بتعبر عن السي دي اللي هو الكوفيشن اوف الديسشارج بتاعي مضروب في رقم. تمام. يعني انا لازم اعمل ايه دلوقتي؟ لازم اقول والله السي دي مضروبه في كام؟ في 1.705 عشان اجيب الكيو. ولكن اجيب الكيو مين؟ اجيب الكيو اكتوال، يعني اللي تحت دي هي الكيو اكتوال وديت الكيو ثيوريتيكال.
تمام جدا. كل الكلام ده في البي في الاتش اس 1.5. طبعا يا باشمهندس احنا جبنا الرقم دوت 1.7. الرقم دوت ممكن يتغير، طبعا ممكن يتغير. طيب بناء على ايه؟ قال لك والله بناء على نوع الوير بتاعي. تمام. طيب تعالى بقى مع بعض نبدأ نشوف التجربة بتقول لك ايه. والله يا باشمهندس التجربة بتقول لك الآتي، خطواتها كالآتي. أول خطوة يا باشمهندس إن أنت هتبدأ تميجر الووتر ليفل في الأب ستريم. يعني إيه؟ يعني المية بتاعتك لما طلعت كده هبدأ والله أقول أنا عن بالبوينت جيج بتاعتي اللي موجودة بالمعمل هميجر الووتر ليفل في الأب ستريم. يعني أنا هميجر دي كلها. تمام جدا. هميجر ده اللي هو الواي في الأب ستريم. يبقى من الخطوة دي أنا بميجر الواي بتاعت الأب ستريم. بعديها هتبدأ تميجر الكريست ليفل، والله بالبوينت جيج بتاعتك هتميجر الكريست ليفل. يبقى انا من هنا جبت مين؟ جبت الكريست ليفل. طب يا باشمهندس مش انت عارف ان الواي بتاعت الاب ستريم ناقص الكريست ليفل ده بيساوي الاتش بتاعت الاب ستريم؟ قال لك اه. تمام. قال لك اهو الاتش بتاعت الاب ستريم بتساوي الووتر ليفل في الاب ستريم ناقص الكريست ليفل. بعد كده يا باشمهندس بعد كده هبدا احسب الكيو. قال لك الكيو بقى في التجربه ديت بتساوي الاتي 2.05 في البي في الاتش تو ذا باور 1.5. الاتش ديت يا باشمهندس هي الاتش بتاعت الاب ستريم اللي انت جبتها. تمام. البي دي هي مين؟ قال لك والله البي دي هي البيد ويتس بتاعي. قال لك في حاله التجربه بتاعتك البيد ويتس وليكن مثلا ب 30 سم. ده الفلم بتاعي اللي انا ممشي فيه الفلو. 2.05 دي هو رقم حطه لك. تمام. بتستخدمه يعني الايكويشن دي هو اللي بيكون مديها لك. تمام جدا. طيب بعد كده يا باشمهندس بعد ما اجيب الكيو كالكوليتد اللي انا جبتها من الايكويشن هبدا اجيب الكيو ميجرد. الكيو ميجرد دي يا باشمهندس قال لك هي الكيو اللي هتتجاب من الاورفس ميتر. لو انت فاكر يا باشمهندس في التجربه الاولانيه قلت لك ان انا اقدر اجيب الكيو بتاعتي من حاجه اسمها الاورفس ميتر. ازاي يا باشمهندس؟ بيقول لك الاورفس ميتر ده هو عباره عن جهاز مثلا بالشكل ده. الجهاز ده يا باشمهندس كل اللي هو بيعمله لك ان هو بيجيب لك دلتا اتش. بتلاقي الميه بتاعتك هنا مثلا وميه هنا، بتجيب الدلتا اتش بتاعتك ديت الدلتا اتش. وبعد كده بتبدا تخش جراف. الجراف ده بالشكل دوت تبدا تخش والله بالهيد بتاعك، تخش تخبط تجيب مين؟ تجيب الفلو ريت، تجيب الكيو بتاعتك. فانا بالدلتا اتش الموجوده في الاورفس ميتر اللي جوه المعمل اقدر اجيب الكيو اللي هي الميجرد. فانا عندي دلوقتي كام كيو يا باشمهندس؟ والله انا عندي الكيو كالكوليتد وعندي الكيو ميجرد. بعد كده هعمل ايه؟ هقول والله الكيو ميجرد انا است كيو ميجرد كيو ميجرد كيو ميجرد. بعد كده است اتش اب ستريم واتش اب ستريم واتش اب ستريم. كمان است كيو كالكوليتد استها من هنا ومن هنا ومن هنا. نتيجة الاتش بتاعت الاب ستريم حطيت الايكويشن والبي بتاعتك انت عارفها جبت الكيو كالكوليتد. قال لك بقى ساعات بيقول لك احسب لي والله احسب لي الايرور. احسب لي الايرور اللي في المعادلة دي. والله يا باشمهندس عشان تحسب الايرور هيساوي الاتي هيساوي الكيو ميجرد بتاعتك قال لك ناقص الكيو كالكوليتد. كل الكلام ده على ايه؟ كل الكلام ده على الكيو ميجرد. طبعا الكلام دوت جوه الابسوليوت فاليو وهتضرب فيه 100. تعالى بقى مع بعض يا باشمهندس نشوف دلوقتي المثال بتاع التجربة بتاعتك هنحله ازاي، وفي نفس الوقت نتعرض للجزء بتاع الجرافيكال ريجريشن. في المثال بتاعك يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انا الديسشارج بتاعي ميجرمنت يوزنج الوير، وعمل لك 5 ترايلز. في كل ترايل من دول مديك الكيو اكتوال. الكيو اكتوال دي اللي هي مين؟ والله الكيو اكتوال دي يا باشمهندس اللي هي متجابه من الاورفيس ميتر. خلاص هو مديها لك على طول. طب حلو جدا. وبيقول لك الاتش او الهيد اوفر وير. الهيد اوفر وير ديت مين؟ ديت والله الاتش بتاعت الاب ستريم. حلو جدا. وبيقول لك والله ان الوير ويتس اللي هي البي ب 30 سم. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك والله compare الاكتوال discharge with the measured discharge and calculate the error. والايرور بيساوي الكيو اكتوال minus الكيو measured over الكيو اكتوال. طب حلو جدا. هعمل ايه يا باشمهندس؟ والله كان هو كمان في الايكويشن دي كان بيقول لك والله استخدم ان الايكويشن بتاعت الوير بتاعتي بتساوي
2.05 في البي في الاتش بتاعت ايه تو ذا باور 1.5. ساعتها هعمل ايه يا باشمهندس؟ ساعتها والله هجيب الكيو ديت يا باشمهندس، هجيب الكيو نتيجة الايكويشن بتاعتي اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي هقول مثلا ديت الكيو ميجرد. تمام، حلو جدا. هبدأ اطبق الايكويشن اللي فوق. مثلا عندي في اول واحدة الكيو بتساوي 2.05 في البي اللي هي 0.3، ما تنساش طبعا من سنتي المتر، في الاتش بتاعتي ب 8 سنتي اللي هي 0.08. كل الكلام ده اللي هي دي تو ذا باور 1.5. تجيب الكيو بتاعتك هتساوي كام؟ هتساوي عندك 0.014، وهكذا هتعمل كده في كل الترايلز. هتلاقي عندك هنا 0.022، 0.036، 0.051، 0.068. حلو جدا. بعد كده يا باشمهندس، بعد كده تروح تجيب الايرور اهو، الايرور بتاعك اهو، اهي الايرور. تبدأ تجيب الايرور في كل واحدة. في اول واحدة ده ناقص ده هيبقى بزيرو، بعديها ده اللي هو الكيو ميجرد ناقص الكيو اكتشوال على مين؟ على الكيو اكتشوال. هتلاقي ان الايرور بتاعك ب4.35%، بعديها زيرو، بعديها 1.923، بعديها 2.857. فانت كده يا باشمهندس حسبت الايرور بتاعك، كده يا باشمهندس حسبت الكيو ميجرد. يبدا بقى يقول لك ايه؟ يقول لك والله يوزنج الجرافيكال ريجريشن determine more accurate value للوير ايكويشن. هات لي الاكيوريت فاليو للوير ايكويشن بتاعتك. ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها والله يا باشمهندس انا هرسم ريليشن ما بين مين؟ هرسم ريليشن ما بين الاتش اس 1.5 مع الكيو بتاعتك. طيب ساعتها بقى تعالى مع بعض كده نشوف اهي. هبدأ والله احط هنا الايه؟ احط هنا الاتش تو ذا باور 1.5، واحط هنا الكيو بتاعتي، وابدأ احط البوينتس بقى اهو. تمام، اهي. وبعد كده تعمل ايه؟ وبعد كده تعمل خط كده. تمام، الخط دوت الميل بتاعه اللي هو السلوب بيساوي الكيو على الاتش اس 1.5، اللي هي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ اللي هي بتساوي رقم، تمام، في البي. صح ولا مش صح؟ البي دوت اللي هو 30 سنتي، تقدر من السلوب تقسم على البي تجيب الرقم بتاعك، وهو الرقم دوت هو المور اكيوريت فاليو لمين؟ للوير ايكويشن بتاعتي. بس كده يبقى انا دلوقتي من الجرافيكال ريجريشن قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب الرقم ده اللي هو كان عندك 2.05. طبعا مش هيبقى بقى 2.05، هيبقى حاجه تانية. تبدا تظبطها بقى. تمام، وبكده يا باشمهندس يبقى احنا خلصنا ايه؟ خلصنا تجربه الوير. تعالى بقى مع بعض نبدا نخش على التجربه التانية، ان انا ازاي اميجر الديسشارج بتاعي ولكن باستخدام الفنتوري فلام. طيب تعال نشوف مع بعض. الفنتوري فلام ده يا باشمهندس هو عباره عن ايه؟ والله يا باشمهندس الفنتوري فلام ده هو عباره ان هو لعب في الويتس بتاع مين؟ لعب في الويتس بتاع الاوبن تشانل. بتلاقي عندك الفلو ماشي كده عادي جدا. عندك الويتس هنا اللي هو البي كان بيساوي عندك 0.3، وعندك الفلو ماشي بكيو. هيبدا هنا الفلو ايه؟ الفلو يتخنق بالشكل دوت، لان البي بتاعتك صغيره جدا، قال لك اقل من البي مينيمم. فمعنى كده ان انت اجبرت الفلو ان هو يتحرك برابيدلي فاريد فلو ويروح للواي كريتيكال. فلما تيجي ترسم الوتر سيرفيس بروفايل عند الحته دي وعند الحته دي كده، بص، وعند النقطه دي، وتعال نرسم الوتر سيرفيس بروفايل. طبعا انت عندك الواي كريتيكال ثابته كده بالشكل ده، وعندك الواي نود برضو هيبقى كده. تعال بقى نتحرك، هتلاقي والله الووتر سيرفيس بروفايل هنا عادي في الواي نود. طلعت عندك بالشكل دوت، عملت كده، وبعد كده عملت ايه؟ وبعد كده نزلت بالشكل ده هنا عشان اوصل لمين؟ اوصل والله للواي كريتيكال بتاعتي. وهنا هلاقي ان انا عندي اتش برضو في الاب ستريم، هي دي الاتش بتاعتك في مين؟ في الاب ستريم. وبعدين يا باشمهندس عادي هتمشي بالام 3 وهوب تطلع بهيدروليك جامب بالشكل دوت وتمشي عادي جدا. فديت ام 3 وديت طبعا ام 1. طبعا الحته دي والحته دي
كلها هي رابيدلي فاريد فلو، فما تستغربش عندك هو ايه اللي بيحصل. يعني الميه ازاي طلعت لفوق هي مش عايز توصل لحاجه، وازاي نزلت لتحت في زون 1، وازاي بعد كده نزلت لتحت في زون 3. كل دوت هو عباره عن رابيدلي فاريد فلو. لما تيجي بقى تطبق برنولي ايكويشن ما بين نقطه 1 وما بين نقطه 2، هتلاقي عندك والله ان الكيو بتاعتك بتساوي 1.7 في البي في الاتش اس 1.5. هو مديها لك عندك في اللاب اكسبيرمنت بتاعتك. تبدأ بقى تعمل ايه؟ تعال نشوف الخطوات بتاعة المعمل، هتلاقيها هي. اول حاجة هتبدأ تميجر الووتر ليفل. هبدأ اميجر الووتر ليفل لما طلع لفوق وبعد كده نزل لتحت، بعد كده هيدروليك جامب، بعد كده هنا هبدأ اميجر الووتر ليفل في النقطة دي بالبوينت جيج. فانا جبت من هنا الاتش بتاعت مين؟ بتاعت الووتر ليفل، او خليها نقول الواي. وهبدا اميجر البيد ليفل اهو، البيد ليفل بتاعي. البيد ليفل بتاعك ده هتميجر عند نفس النقطه دي، هميجر البيد ليفل. اطرح الاتنين من بعض، اجيب مين؟ هجيب الاتش بتاعت الاب ستريم، هو عباره عن الووتر ليفل في الاب ستريم ناقص البيد ليفل. جبت الاتش بتاعت الاب ستريم، بعديها طبعا الاتش كالكوليتد 1.7 في البي في الاتش تو ذا باور 1.5 هي. وبعديها الاتش الكيو ميجرد اللي هي من الاورفيس ميتر. والله يا باشمهندس معايا الدلتا اتش بتاعتي، جبت الكيو بناء على الكيرف. بعديها تبدا تعمل نفس الجدول الكيو ميجرد وتحطها عندك من الجدول الاتش بتاعت الاب ستريم، تبدا تحسبها. وبعديها هتبدا تحسب من هنا الكيو كالكوليتد، وبعديها تحسب الايرور بتاعك اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الكيو كالكوليتد ناقص الكيو ميجرد على الكيو ميجرد. كل الكلام دوت جوه الابسوليوت فاليو من فوق، تضرب في 100% عشان تحولها لبرسنتج. هي بالظبط نفس تجربه الوير، الفرق كله في حاجتين. اول حاجه الايكويشن اتغيرت، تاني حاجه الاتش بتاعت الاب ستريم هي الووتر ليفل ناقص البيد ليفل. اللي فاتت كانت الاتش بتاعت الاب ستريم هي الووتر ليفل ناقص الكريست ليفل. طب حلو جدا، تعالى مع بعض نعمل ايه بقى؟ تعالى مع بعض برضو نحل الجزء بتاع المعمل، هو اللي هو مطلوب منك انك تحله وتسلمه كريبورت. طيب في الجزء دوت بيقول لك ايه؟ نفس الكلام، مديك كيو اكتوال، مديني البيد ليفل، مديني الووتر ليفل. اطرح ده من ده هجيب الاتش، اطرح ده من ده اجيب الاتش، اطرح ده من ده اجيب الاتش، وهكذا. بعد كده بالاتش دي اروح اجيب مين؟ اروح اجيب الكيو اللي هي كانت بتساوي 1.7 في البي في الاتش اس 1.5، والبي معاك اهي. تمام، يبقى انا من هنا اروح اجيب مين؟ والله يا باشمهندس اروح اجيب الكيو بتاعتك، هتساوي هنا 0.021 0.025 0.027 0.028 0.031. ديت الكيو. بعديها طبعا كالعادة هتجيب الايرور بتاعك، ده ناقص ده على ده في المية. جبت الايرورز كلها، وبكده يبقى انت جبت الكيو وجبت الايرور بتاعك. طبعا هيطلب منك طبعا ان انت linear regression، تحط هنا ال h to the power 1.5، تحط هنا الكيو بتاعتك. تمام، وتبدأ ترسم الخط بتاعك. هبدأ ارسم والله يا باشمهندس الخط بتاعي بكل سهولة اهو كده. وبعد كده اقول ان الستوب بتاع الخط دوت بيساوي ايه؟ بيساوي رقم في البي. تمام، اقسم على البي، جبت الرقم بتاعي هو الرقم ده اللي انا هشتغل بيه. بس كده، وبكده يا باشمهندس يبقى احنا خلصنا تجربه ازاي اميجر ديسشارج يوزنج الوير ويوزنج الفنتوري فلام. طب تعالى بقى مع بعض نعمل ايه؟ تعالى مع بعض نشوف الاكزامبل الاتي. الاكزامبل ده يا باشمهندس هو عباره عن جزء من امتحان، بيبدأ يتكلم والله عن الاكسبيرمنت بتاعت الوير. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله في الكاليبريشن اكسبيرمنت للوير اللينس بتاعه ب 2 متر. The following observation made between الهيد بتاع الاب ستريم الاتش يعني بتاعت الاب ستريم والديسشارج. فانا جبت من هنا الاتش بتاعت الاب ستريم وجبت من هنا الديسشارج، ودي الاوبزرفيشنز بتاعتي. بيقول لك the weir equation formula is الاتي: الكيو بتساوي الاي في البي في الاتش to the power c. قال لك which can be linearized
which can be linearized by taking the natural logarithm الآتي. قال لك أنا ممكن والله أخليها linear عن طريق إن أنا أرسم لها log scale، فبقت اللن بتاعت الكيو بتساوي اللن بتاع الاي في البي، تمام، زائد السي تايمز اللن بتاع الاتش. وبعدين بيقول لك والله هات لي الاي وهات لي السي، معاك الاوبزرفيشنز دي. والله يا باشمهندس الموضوع سهل جدا، مش انا معايا الاتش ومعاك الكيو، تروح تعمل ايه؟ تروح دلوقتي والله تجيب اللين اتش اهي، جبت اللين اتش، وجيب اللين كيو، جبت اللين كيو، وجبت شويه ارقام. الارقام دي هتفيدني لما اجي ارسم. هاجي ارسم كده، بص كده. والله يا باشمهندس انت عندك الايكويشن ديت هي عباره عن واي بتساوي الاي مثلا زائد الام في الاكس. الام ديت هي الميل مثلا او السلوب، والاي دي هي الانترسكت. يعني هتبدا ترسم والله مثلا الواي بتاعتك اللي هي اللين كيو، هتحط هنا اللين كيو، والاكس بتاعتك اللي هي اللين اتش، هحط هنا اللين اتش، تمام. وهبدا ارسم شويه نقط بالشكل دوت زي ما هو راسم هنا اهو. وهبدا اعمل ايه؟ ابدا ارسم خط كده اهو. الخط دوت قطع الواي فين؟ قطع الواي في الواحد بوينت فور. يبقى انا عندي الانترسكت بتاعك 1.4، يعني معنى كده ان لن الاي اللي هي دي في البي بتساوي 1.4. طب ما هي البي عندك مش هو قايل لك ان البي بتاعتك باتنين؟ يعني لن الاتنين ايه بتساوي 1.4. من هنا يا باشمهندس تجيب الايه. شكرا جدا. طيب مش انت عندك ده خط تقدر تجيب له السلوب؟ لما تيجي تجيب السلوب مثلا كده، هتقول والله ان السلوب دوت اللي انت جبته بيساوي ايه؟ بيساوي السي اهو، لان السلوب عندك على طول بيساوي مين؟ بيساوي السي. يبقى انا كده جبت من شويه الارقام دي الكوفيشن اللي اسمه ايه؟ الكوفيشن اللي اسمه سي. فانا قدرت اجيب الوير ايكويشن بتاعتي. دوت مثال في امتحان 2019، حله علشان تبقى برضو واخد على انطباع الاسئله بيبقى عامل ازاي. وبس كده يا باشمهندس، يبقى احنا في السيشن بتاعت النهارده قدرنا نغطي مع بعض اكسبيرمنت 4 اللي بقدر من خلالها اميجر ديسشارج يوزنج الوير بتاعي ويوزنج مين؟ ويوزنج الفنشوري فلام، عن طريق ان انا بجبر الفلو ان هو يتحرك بالواي كريتيكال. عرفنا مع بعض نرسم الووتر سيرفيس بروفايل بتاعي، وعرفنا مع بعض نحط الايكويشن بتاعتك 2.05 في البي في الاتش اس 1.5 ده في حاله الوير، او 1.7 في البي في الاتش تو ذا باور 1.5 دوت في حاله الفنشوري فلام. وبس كده يا باشمهندس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.